الخلاف الجزائري المغربي. وينضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي بهلولي أبو الفضل. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث، وربما ينضم إلي ضيفي أيضا من المغرب. أبدأ معك، يعني هذا التصعيد أو هذه المرحلة الجديدة في العلاقات بين الجزائر والمغرب، وما حدث من إغلاق الجزائر المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية، تصعيد جديد للتوتر بين الدولتين، ما سببه الآن؟ صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. أولا دعيني أقول لك على آخر تصريح للسيد وزير الخارجية الجزائري باعتباره رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقناة BBC بالولايات المتحدة الأمريكية، صرح على أن قطع العلاقات كان بأسلوب حضاري، بمعنى ذلك على أن الجزائر قبل قطع العلاقات اتخذت جملة من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون فيينا المتعلق بالتعاملات الدبلوماسية، وأهم هذه النقاط التي اتخذتها الجزائر كاستدعائها للسفير بالرباط، سفير الجزائر بالرباط، بالإضافة إلى انتظار أجوبة كلها تعتبر من ناحية القانون الدولي تعتبر على أنها إجراءات شكلية قبل أي إجراء. ثانيا، الجزائر هي دولة مؤسسات. أجوبة على ماذا؟ نعم. أجوبة على ماذا؟ أجوبة على ماذا؟ جواب على ما ارتكبته الدولة المغربية، وسبق للسيد وزير الخارجية أن ذكر أسباب قطع العلاقات على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. دعيني أقول لك على أن أولا فيه مجموعة من الاستفزازات صدرت، فأقول على سبيل المثال ما صرح به القنصل المغربي في ولاية وهران عندما قال على أن الجزائر بلد عدو. أكثر من ذلك على أنه هنالك سفير دولة إسرائيل صرح بتصريح يمس بمبدأ السيادة للدولة الجزائرية من الأراضي المغربية. أضف إلى ذلك إلى ما ارتكبه سفير المغرب في الأمم المتحدة عندما تحدث على منطقة القبائل وقام بتوزيع بعض الوثائق، وهذا يعتبر من ناحية القانون الدولي هو مساس بمبدأ السيادة. هذه بعض الأمثلة التي ذكرها السيد وزير الخارجية. دعني أشرك ضيفي أيضا الذي ينضم إلينا من الرباط، الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، على هذه الرسائل المناسبة كما قالت الجزائر عبر وزير خارجيتها بأنها تريد أن ترسل رسائل مناسبة للمغرب بعد ما قامت به من أعمال معادية لسيادة الجزائر ووحدتها. ما ردك دكتور؟ لا أعتقد أن الأمر يتعلق بإشارات، هذه قرارات نافذة تتعلق بأشياء حيوية تهم مستقبل شعبين شقيقين رأقتهما الجغرافيا والتاريخ والثقافة والحضارات وكل شيء. هذا النظام العسكري حقا لا يفهم من أحد، ولا أعتقد أن أحدا اليوم سيفهم في المجتمع الدولي ككل طبيعة هذه العلاقات ونوعها. يقولون إن هناك علاقات مع إسرائيل، يقولون إن ممثل المغرب أشار إلى حق القبائل في تقرير المصير، يقولون كذا، وهذه أشياء لا أظن أنه في أي دولة من العالم يمكن أن تكون سببا مشروعا ومقبولا، لا لقطع العلاقات ولا لإغلاق الحدود ولا للوصول إلى درجة أعلى من ذلك. طيب، ولكن ما تفسير المغرب لهذه العلاقات المتوترة الآن بين الجزائر والمغرب؟ ما تفسير المغرب لهذه الخطوات التصعيدية من، إذا ما صح التعبير، من قبل الجزائر؟ تفسيرها الوحيد هو أن الشعب الجزائري نفسه لم يتلقى حقه في تقرير مصيره. مظاهرات تستمر طوال سنين وسنين كل ثلاثاء وجمعة. البعض يقول أن هذا شأن جزائري داخلي، لكن أنا أتحدث على الأسباب المتعلقة بالجزائر والمغرب. الأسباب المتعلقة بالجزائر والمغرب هي أن المؤسسة العسكرية ارتأت منذ سنة 1994 وبكيفية تلقائية ودون مبرر مشروع، لأن وضع التأشيرة من طرف المغرب ليس من شأنه أن يغير شيء في الواقع، هذا شيء عادي من طرف كل الدول. كان الجواب هو إغلاق الحدود والاستمرار في إغلاقها منذ سنة 1994 إلى اليوم، حالة لا توجد حتى بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. لكن الوصول إلى مستوى قطع العلاقات الدبلوماسية ثم إغلاق المجال الجوي هذا شيء خطير، لأنه حسب القوانين الدولية، وأعود هنا بالخصوص إلى اتفاقية معاهدة شيكاغو الخاصة بالطيران المدني التي تنص في مادتها 9 على أن كل الدول ملزمة بأن تفتح مجالها الجوي
نحو التنقل الآمن والمطمئن، الطائرات المدنية وحتى العسكرية في إطار التوافقات، اللهم إلا في حالات استثنائية وخاصة حالة الحرب. هل معنى هذا بالمعنى المضاد أن الجزائر تفتح حالة الحرب في هذا النوع من القرار؟ أكثر من هذا ربما فتحتها منذ مدة، عندما قررت عن طريق البوليزاريو أن تخرق وقف إطلاق النار المقرر منذ سنة 1991 والدخول في عمليات عسكرية ضد الجدار الأمني. هذا في حد ذاته فتح لمجال الحرب. إذا كانت هذه مسؤوليتها، وكما قال شنقريحة نحن نعد قواتنا المسلحة لمواجهة الإرهاب، وأضاف ولمواجهة العدو الكلاسيكي وهو يعني بذلك المغرب. وبالتالي إذا كانت هذه نواياهم فهي نوايا جد سيئة، وهي تمس في الصميم، يعني إغلاق الأجواء هذا يمس في الصميم الشعب المغربي والشعب الجزائري ويقطع حالة التواصل بين الطرفين. دعني أنتقل إلى ضيفي من الجزائر، المحلل السياسي بهلول أبو الفضل. هناك توترات تظهر وتختفي بين الجزائر والمغرب، خلافات تاريخية بينهما، ولكن مرة أخرى لماذا الآن هذا التصعيد من قبل الجزائر؟ لماذا الجزائر لا يعلن صراحة ما هي الأسباب التي تجعله يقطع العلاقات الدبلوماسية، يغلق المجال الجوي؟ اولا دعني اتكلم على نقطه تقنيه. نحن اليوم واوجهها لزميلكم ولضيفكم محترم، اولا نحن اليوم نناقش من ناحيه القانون الدولي، اما ما يتعلق بالمسائل الداخليه فليس له الحق في ان يتكلم في اي نقطه داخليه تتعلق بالنظام الجزائري او بالشان الداخلي الجزائري، وسبق وان وجهت اليه هذه الملاحظات. يجب على النقاش ان يكون في اطار القانون الدولي. اولا تتكلمين عن الاسباب او تطرحين السؤال عن الاسباب، هذا السؤال جوهري. لا يوجد اكثر من تصريح رسمي حينما ادلى به السيد وزير الخارجيه في الندوه الصحفيه لتبيان للراي العام الداخلي وللراي العام الدولي على هذه الاسباب التي ادت بقطع العلاقات. ثانيا، على ان الجزائر كما جاء على ذكر ضيفكم ان الجزائر هي دوله مسالمه وتعمل في اطار الشرعيه الدوليه ولا تدعو ابدا الى الحرب، وما تقوم به الجزائر هو عباره عن اجراء سيادي، وقطع العلاقات يترتب عليه اثار قانونيه. وفي الجزائر دوله مؤسسات، وبالتالي بناء على استشاره المجلس الاعلى للامن وسلطته التقديريه في ذلك اقر بعدم استقبال الطائرات سواء المدنيه التي تحمل العلم او التسجيل المغربي. هذا يعتبر حق من حقوق الدولة. طيب، ولكن كما استمعت لضيفي هو كان يتحدث عن أنه قطع العلاقات الدبلوماسية لها علاقة بالتوتر بين البلدين، ولكن إغلاق المجال الجوي ألا يمس الشعبين الآن؟ أتكلم عن نقطة مهمة، على هنالك أتكلم من ناحية قانونية على أن قطع العلاقات الدبلوماسية ينجر عليها آثار قانونية، من بينها مثلا طرد السفير واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وطرح السلطة التقديرية لوزارة الخارجية. واجتمع مجلس الأعلى للأمن وقدر على أن النتائج التي يمكن أن تترتب على قطع العلاقات وتسمى بالنتائج القانونية على أن هنالك عدم السماع وغلق المجال الجوي، وهذا يعتبر قرارا سياديا. ودعيني أقول لك على أن أنا لا أتحدث عن سيادة القرار، أنا أتحدث عن تفسير القرار وتبعاته. العلاقات الدبلوماسية شيء أنا في هذا الاتجاه أتكلم على أن القانون الدولي يعتمد على نقطتين أساسيتين، يعتمد على مبدأ سيادة الدولة وعلى الحقوق الدولية، ويعتمد على حسن النية. ما صدر من دولة المغرب من تصرفات متكررة وممنهجة ضد الدولة الجزائرية يعتبر سوء النية، وهذا الجزائرية، وبالتالي أدى إلى قطع العلاقات المتواجدة ما بين المغرب. أنا أعتقد على أن القرار قرار سيادي اتخذته الجزائر، وبالتالي لا يمكن لأي شخص سواء للمجتمع الدولي أو لأي دولة التي هي متضررة من هذا القرار أن تحاسب الجزائر على قرار سيادي، وهذا القرار جاء نتيجة لاستشارة المجلس الأعلى للأمن. طيب، يعني نحن دولة دعني أسمع رأي ضيفي في ما تفضلت به دكتور محمد تاج الدين. ضيفي يقول بأن هذه قرارات سيادية من قبل الجزائر ردا على استفزازات المغرب. ماذا ستفعل المغرب؟ وكذلك ضيفك هدد بأنه سبق أن أنذرني بخصوص عدم التدخل في الشؤون الجزائرية. أقول له بكل بساطة إن الشأن الداخلي هو الانعكاس الحقيقي للشأن الخارجي، ولا قرار سيادي على المستوى الخارجي إلا هو انعكاس لما يجري في الداخل. لو كانت هناك مؤسسة مدنية هي التي تمارس القرار لما حدث ما حدث بكل تأكيد. وأتجاوز هذه النقطة وأقول السيادة لها حدودها، ونحن في مجتمع دولي قائم على أنظمة وعلى قوانين دولية. يمكنك أن تتحدث عن السيادة ولكن لا تتجاوز حدودك فيها.
وحدودك هي القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعتها. الجزائر من بين البلدان التي وقعت اتفاقية شيكاغو وتلتزم بمقتضيات المادة 9، ولا يحق لها أن تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية، اللهم إلا في حالة استثنائية حالة الحرب. عندما فعلت ذلك فهي في خرق فاضح للقانون الدولي. عندما تسلح البوليزاريو وتوجهها نحو الحدود المغربية فهذا خرق فاضح حتى لالتزاماتها في اتفاقية إنشاء اتحاد المغرب العربي، والتي تمنع توجيه قوى مسلحة إلى البلدان الأخرى. وبالتالي الجزائر اليوم في موقع الاتهام وليس في موقف الدفاع أو الهجوم. ومع ذلك العاهل المغربي كان قد بعث برسالة وبرقية تعزية ومواساة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. البعض فهم ذلك على أنه بادرة تهدئة، هل كان كذلك دكتور؟ فالمغرب مسألة تهدئة مطروحة دائما. هناك رسائل بعثت غير ما مرة للقادة الجزائريين في خلق لجنة مشتركة لتسوية كل النزاعات الثنائية. هناك مبادرات متعددة، وأعتقد أن من الأخلاق المغربية التي عرفت لدى القادة المغاربة دائما هو هذا النوع من تقديم العزاء في حالات الوفاة، حتى في الظروف العصيبة التي تعيشها العلاقات الآن. وأظن أن دائما يعني تأتي في إطار البروتوكول، لا تحمل رسائل أبعد من ذلك. لعلهم يفهمون بطبيعة الحال هذه بإطار البروتوكول وإطار التعزية يعتبر ضمن الأخلاق الأساسية لممارسة المؤسسات المغربية. طيب خليني أسمع رأي ضيفي لأن الوقت يداهمنا أيضا من الجزائر. ضيفي من الجزائر المحلل السياسي بهلول أبو الفضل، هل فهمتم البرقية بهذا الشكل أيضا بأنها فقط في إطار البروتوكول ولكن لا تذهب إلى أبعد من ذلك إلى بادرة تهدئة مثلا؟ أسمعك جيدا. ألو تسمعونني؟ أستاذ بهلولي هل تسمعنا؟ أسمعكم جيدا نعم. طيب هل سمعت ضيفي؟ هل تريد الرد؟ نعم أريد الرد. أولا نتكلم على نقطة جد مهمة، على أننا نحن اليوم في الجزائر قمنا بحراك أصيل مبارك ونحن في إطار البناء الديمقراطي. أما مسألة الصحراء الغربية فهي مسألة مطروحة على الأمم المتحدة في لجنة تصفية استعمار، وما تقوم به جبهة البوليزاريو يدخل في إطار ميثاق الأمم المتحدة. وهي شعوب مستعمرة وتمارس حق الدفاع الشرعي، وبالتالي هي تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، ودولة المغرب ترفض تقرير المصير. ما تقوم به البوليزاريو وهو حق مشروع ويسمى بأنها منطقة مستعمرة وتقوم بالدفاع. وضحت فكرتك هذه، ولكن أنا أسألك أيضا على ما إذا كانت البرقية التعزية والمواساة التي أرسل بها العاهل المغربي إلى الجزائر كانت تحمل فقط رسالة بروتوكولية، هي برقية تعزية بروتوكولية، أم ربما كانت محاولة للتهدئة؟ اولا مع احترامي للملك، الخطاب الذي قام به بمناسبه يوم العرش وهذه البرقيات تعتبر للاستهلاك الاعلامي فقط. ودعيني اقول لك على ان هنالك شبه اجماع سياسي ومن المحللين على اننا وصلنا مع المغرب الى نفق مسدود. هذا هو الشيء الاكيد. كيف يعقل على ان وزير الخارجيه الاسرائيلي يصرح بتصريح خطير دولة ضد دولة عربية أيقبلها أي عربي أو يقبلها أي مسلم؟ هذا غير مقبول. انتهى الوقت تماما. أشكرك شكرا جزيلا. دعيني أقول لك على أن ما جاء به على أننا اليوم في الجزائر في إطار قوة دبلوماسية قوية تتحرك دبلوماسيا بقوة، وهذا ما